السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في اليوتيوب، أهلا بكم في ليلة كارثية على نادي ليفربول وأنصت ومحمد صلاح وفوز كبير لنادي الأرسنال على نادي بايرن ميونخ، وفوز أكبر منه لنادي باريس سان جيرمان على نادي توتنهام، وأخبار كتير من دوري أبطال أوروبا. والنهارده كان في غزارة تهديفية في دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة الكبير لنادي ريال مدريد على نادي أولمبياكوس بالأربعة. الفضل كل الفضل لكيليان إمبابي وتسجيله سوبر هاتريك. بصراحة أهداف اعتيادية للعيب سوبرمان كيليان إمبابي، بالراس تلاقي، بالانفرادات تلاقي، كله تلاقي مع كيليان إمبابي، مش هتقدر تغمض عينك. بصراحة فرحة كبيرة لريال مدريد وكيليان إمبابي وتشافي ألونسو بعد تأخر. كيليان إمبابي هو المنقذ الوحيد لنادي ريال مدريد في الأوقات الصعبة في ليالي دوري أبطال أوروبا. المباراة الثانية انتصار كبير لنادي الأرسنال على بايرن ميونخ 3 يا حبيبي بالثلاثة. بصراحة أرتيتا ماشي على الطريق الصحيح، ماشي للأمام، بيتصدر الترتيب في دوري أبطال أوروبا رغم الغيابات رغم الإصابات. أرتيتا بيتفوق على كومباني في هذه الجولة الخامسة. 3 يا أبو 3 يا أبو 3. 3 3 3 أهداف عالمية، 3 أهداف استثنائية للاعبي نادي الأرسنال أمام بايرن ميونخ وكومباني الحزين. بصراحة يستحق نادي الأرسنال عن جدارة وشطارة واستحقاق هذا الفوز المهم في الجولة الخامسة من ليالي دوري أبطال أوروبا. المباراة الثالثة جمهور نادي ليفربول داخل ملعب الأنفيلد 4-0 لنادي بيس في اندهوفن الهولندي. للاسف الشديد دفاعيه بديهيه لخط الدفاع وبلنتي عن طريق الايد من القائد فان دايك. بصراحه ما فيش تكتيك، بصراحه كل لعبه عشوائي. لا ارن سلوت، لازم ارن سلوت يمشي يا ناس من تدريب نادي ليفربول، لان خلاص الوضعيه لنادي ليفربول وضعيه كارثيه ووضعيه استثنائيه. كل الفنيات من لاعبي نصف الملعب والاداء الهجومي 4-1، نتيجه تاريخيه للفريق الهولندي 4-1 داخل ملعب الأنفيلد. للأسف الشديد تدني الواضح للاعبي نادي ليفربول في هذه المباراة. للأسف الشديد لازم الإدارة تشوف لها حل في إقالة هذا المدير الفني الفاشل لنادي ليفربول. سبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. المباراة الرابعة توتنهام وباريس سان جيرمان بيتفوق ب5-3، وبطل هذه المباراة هو فيتينيا بتسجيله 3 أهداف. هاتريك بينقذ نادي باريس سان جيرمان من هزيمة أمام توتنهام في الجولة الخامسة. بصراحة باريس سان جيرمان بيعود من بعيد في هذه المباراة بفضل الفنيات العالية، بفضل المدير الفني الواعي، بفضل التكتيك. توتنهام تقدم على باريس سان جيرمان أكثر من مرة، ولكن الوعي التكتيكي للاعبي باريس سان جيرمان خلاهم يعودوا من بعيد في هذه المباراة. ما تنساش سبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة واللايك للمعتين العزيز. ليلة كارثية على نادي ليفربول، والسلام عليكم.